الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ايه اللي ينجيك من النار؟ النار، هي النار دي موجودة؟ اقول لك طيب النبي شافها؟ شافها رؤية عين النبي عليه الصلاة والسلام. امتى النبي شاف النار؟ شافها صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. شوف النبي يقول ايه؟ دنت من النار، يعني النار قربت من النبي عليه الصلاة والسلام حتى أنني خفت لفحتها. النار لما قربت من النبي عليه الصلاة والسلام النبي خاف اللفحة بتاعتها. اللفحة اللي هي ايه؟ الهواء الساخن يزيل اللحم من على العظم. فلما دنت النار من النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة سمعوه، قال يا رب وأنا فيهم. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى وعد النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيعذبهم طول ما النبي موجود صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما النار قربت منه قوي شافها رؤية عين، رجع وهو في الصلاة حتى أن الصحابة كاد أن يركب بعضهم بعضا. فلما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة ترجعت ليه يا رسول الله؟ قال دنت من النار. يعني النبي عليه الصلاة والسلام شافها رؤية عين. ولذلك يقول لك أهل العلم النار ما هي موجودة، وإن النار دي هتيجي يوم القيامة بنظام معين. ليه؟ لأن النار النبي عليه الصلاة والسلام قال عنها كده: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. طبعا الملك قوته لا توصف، قوي جدا الملائكة. ده الملك بتاع جهنم في يده مقمعة من حديد بتضرب 70,000 من آدم، خطة الواحدة تاخد 70,000. وأنت على طول أبيك آدم 60 ذراعا في عرض 7 أذرع، مش بالجسم بتاعك ده. شوف لما تاخد 70,000 يبقى قوة الملك ده إيه؟ يعني النار دي ما هي موجودة، بس فين؟ الله أعلم بها وأعلم بمكانها. خد بالك النبي يقول لك بتيجي معاه 70,000 زمام. يعني إيه الزمام؟ قال لك الزمام يعني الرباط. الرباط ده هو مع كل رباط 70,000 ملك يجرونها. قال لك الله، يعني الملائكة دي اللي هي بتشد النار توديها لأرض المحشر في يوم القيامة. قال لك 70,000 ملك دول مش هم الملائكة اللي بيشدوا جهنم، مش هم اللي بياخدوها يودوها لأرض المحشر، لكن دول مين بقى؟ دول الرؤساء، دول رؤساء الملائكة. قال لك طيب الملائكة بقى اللي بتشدها ايه؟ الإمام القرطبي قال في المفهم حتة جميلة، قال لك وما يعلم جنود ربك إلا هو. العدد بتاعهم غير معلوم، ما يعرفوش إلا ربنا. ولذلك شوف جهنم بقى لما هتيجي تحيط بأرض المحشر. ليه؟ لأن جهنم لما هتيجي تحيط بأرض المحشر يضرب الصراط هيضرب في الساعة دي. ليه؟ لأن عشان تخش الجنة لازم تعدي من على الصراط اللي تحته جهنم، وجهنم سوداء مظلمة، وانت هتعدي على الصراط. طب ايه بقى اللي هينجيك من جهنم والصراط ده؟ هذا ما نقول في اللقاء القادم إن شاء الله. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.